السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كرم العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان أزمة الرعاية. طبعا زي ما كلنا عارفين إن الأهلي كان الرعاية القديمة بتاعته بتخلص في شهر 7، بتنتهي في شهر 7 اللي كانت رعاية برزنتيشن. وكان راعي التيشيرت ساعتها كان آخر حد وي. مع نهاية الرعاية كان في كلام طبعا منتشر، يعني كل الناس كانوا عارفين ان هو شركة الكورة اللي كانت موجودة في الوقت ده برئاسة السيد ياسين منصور كانت شغالة في ملف رعاية، وكانت بتحقق تقدم رائع جدا. وكان في كلام على ان في منافسة ما بين شركة طيران قطرية وشركة طيران الامارات والاعمار القطرية وبنك قطر الوطني. دول كانوا 4 شركات اللي بيتنافسوا على مين اللي هيكون الراعي. في الآخر خطوات بدأت خلاص يتأكد على إن الراعي الرسمي للأهلي هو الخطوط الجوية القطرية. وبدأ الكلام كمان عن الفلوس اللي هتتاخد، والخلاف الأهلي هياخد الفلوس سواء يعني هم كانوا عايزين يدفعوها بالجنيه المصري وكان الأهلي عايزها بالدولار. كان كلام كده يعني يعني الكلام اللي كان منتشر في الوقت ده. فجأة بدون مقدمات لقينا شركة الكرة بتستقيل، تقدم استقالتها. وتاني يوم الأهلي مجلس الإدارة بينعقد وبيقبل الاستقالة، وفي نفس الاجتماع بيعلن الشركة المتحدة شخلل عشان تعدي راعي حصر أو مسوق حصري للنادي الأهلي. الغريبة في الاتفاق إن الأهلي كان في الوقت ده يعني المسوق الحصري المفروض هياخد 30% لو جابوا راعي للنادي الأهلي. أما لو الأهلي هو اللي جاب الراعي، لو الأهلي المنتج نفسه لو جاب لنفسه راعي فهم بياخدوا 20%. لكن الغريب ان يعني او مش الغريب، يمكن بعد كده يعني بعد ما بقى هم المسوق الحصري للنادي الاهلي، يمكن تاني يوم طلع سيف الوزيري رئيس الشركه زي ما افتكر ان انا طلع في الجول، وقال في حوار انه شركه الكره عملت مجهود ضخم جدا ووصلت لمرحله كبيره جدا مع شركه الطيران القطريه. هو سيف الوزيري قال كده بنفس شركه الطيران القطريه، وباقي رشطوش صغيره جدا. الغريبة انها بعد مدة الموضوع اتأخر وبدأنا نستنى ان خلاص انت بتقول رتوش، لكن الموضوع طول. الأغرب من كده ان احنا لقينا اعلاميين محسوبين على النادي الاهلي موجودين في قناة الاهلي، وانا بتكلم تحديدا يمكن عن ابراهيم منيسي وعن امير هشام مع حفظ الالقاب طبعا. لانهم بيتكلموا عن ان مفيش اساسا طيران قطري، والكلام ده ما كانش موجود اساسا، ومفيش حاجة اسمها طيران قطري. الاغرب ان انا يمكن لما دورت على المقال اللي انا شفته بنفسي على في الجول اللي حاولت ادور عليه ما عرفتش اوصل له تاني. عموما لكن يعني فضلنا في شهر 10 يمكن كله الاهلي ما عندوش مسوق، ما عندوش راعي رسمي. حتى ان الاهلي لعب مباراتين بتوعه مع الاتحاد المنستيري بدون راعي في فانيلا فاضيه، في وقت انه المفروض ده شغل المسوق الحصري. يعني انت حتى الاهلي كنا بنعرف انه مثلا حتى وهو موجود برزنتيشن مثلا كراعي، وكان وي اللي موجود على الصدر الاهلي كان في المطوشه بتاعه السوبر، باعتبار انها مش تحت الرعايه كان بيبقى حد زي مرسول او ايا كان. يعني الشركه بتبقى شركه جديده، فانت كنت ممكن تستغل انت كمسوق حصري ان انت تستغل المباراتين دول وتجيب اي شركه ما تكونش شركه اتصالات، لان الاتصالات بس اللي بيمنعوا انها عشان التعارض، يعني باعتبار ان اورنج هو المسؤول عن، هو الراعي الرسمي لبطولة افريقيا. لكن شهر 10 عدى والاهلي ما عملش راعي، حتى ان اول مباراة في الدوري للاسف الاهلي لعب مع الاسماعيلي كان بدون راعي، شركة فاضي لاول مرة من سنين الاهلي بدون رعاة. المنظر ما كانش حلو ابدا يعني. لكن الاهلي المشكله اتحلت، والاهلي فعلا مضى مع رعاه وبدا الرعاه يظهر، وبدا الاتصالات، وبعد كده بنك ابو ظبي الاول. وبيتوالوا الرعاه ان في كلام عن في 2 رعاه تانيين، في كلام عن احد شركات البويات اللي هتظهر في الفتره الجايه، اعتقد انها باكين او سايبس، يعني حد الاثنين غالبا هتبقى باكين. وفي كلام عن البريد المصري. ففي كلام عن في 7 رعاة هيبقوا موجودين على تيشيرت الاهلي، من بين التيشيرت والشورت والشراب لو في على الشراب. لكن مع ذلك يعني احنا شفنا الاهلي زي ما شفنا الاهلي في مباراتين، مباراة اسوان ومباراة الداخلية،
بيلعب بتيشيرت وعليه موجود صالات وبنك ابو ظبي الاول. ويمكن كان شكل ما كانش حلو شويه في ماتش اسوان، لكن في ماتش الداخليه كان شكل افضل، وكان يقال يعني ان مع الوقت هتتطور الشكل اكتر ويبقى شكل الرعاة افضل. على الجانب الاخر بقى هنلاقي ان الرعايه نفسها في مشكله كبيره جدا في كل مصر، يعني على مستوى الدوري المصري عموما. فتقريبا معظم الانديه المصريه ما فيش حد عنده راعي، ما فيش رعاه، باستثناء يمكن انديه الشركات زي سيراميكا وفاركو. باعتبار ان هم شركات فكده كده موجود اسمهم، الشركه بتاعتهم عليهم. غير دول طبعا قلنا الاهلي، وبالاضافه للمصري اللي قدر يجيب شركه من شركه مقاولات كراعي ليه، وبيراميدز والمحله. اعتقد هم دول بس اللي جايبين رعاه، الباقي كله في مصر بدون رعاه، مفيش حد قدر يجيب راعي. حتى الزمالك اللي كانوا عايزين يساووا نفسهم بالاهلي بقى لهم سنتين يمكن بيبقى بيحاولوا ان هم ياخدوا مكان الاهلي، او كان في مش عارف نقول ايه عليها، يعني كان في مخطط يعني ان ازاي الزمالك يتصدر عن الزمالك والاهلي، ونرجع تاني قصه القطبين والاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. بمساعدة بقى الزمالك سواء مع احمد مجاهد، او الخطه اللي معرفش مين كان عاملها، مين مصدرها، ان انت بتدي الدوري للزمالك سنتين ورا بعض. سواء بأحمد مجاهد زي ما قلنا ليس كل ما يعرف يقال، وضغط الأهلي واللعيبة اللي بتروح المنتخب مع المنتخب في الأولمبياد وبتلعب من غيرهم، أو ليس كل ما يعرف يقال طبعا لما في كأس العالم بتلعب من غيرهم، وضغط المباريات في الدوري مع التحكيم السيء جدا اللي في أول موسم كان موجود. وجيه أحمد بتاع المستشار عايز حكم بيحب المستشار ولا ايه في اول موسم. ولنفسه يمكن عصام عبد الفتاح طلع في محاضره في تونس وقال قدام الحكام هناك ان عارفين الزمالك خد الدوري ازاي. الموسم الثاني جه عصام عبد الفتاح نفسه وادى للزمالك الدوري بنفس الطريقه اللي اداهم بيها وجيه احمد، في وجود الفار طبعا بتاع السيد مراد الشهير في موسمين بيعمل حاجات غريبه يعني عمرنا ما شفناها قبل كده. وحتى يمكن لما كلاتنبرج جه اول حاجات اتكلم فيها، لما اتكلم في يمكن في اول اجتماع مع الاعلاميين لما قال على التداخل، فقال لك ان التداخل الكره بتاعت الهدف الاهلي في المقاولين كان هدف صحيح، مفيش اي تداخل، هدف حسام حسن. ولما تسأل من الكواليني قال له ان طب بالنسبه للفار، هل الفار اللي بيحط النقط ولا يعني في تدخل بشري؟ قال له يعني تقصد محمود عاشور؟ طبعا كره الاهلي هدف. فلما استشهد بحاجتين، استشهد باخطاء الحكام واخطاء الفار ضد الاهلي يعني في السنتين دول. فكانت حمله معموله عشان خاطر ان ازاي الزمالك يبدا ياخد مكان الاهلي. وبرضه يمكن اللي اتعمل مع ماتش الهلال في لوسيل، بحيث ان يتصدر صوره بره ان الزمالك بطل ويلعب بدل الاهلي ما يلعب، افتتاح استاد اللي هيتلعب على افتتاح كاس العالم استاد لوسيل، فيلعبوا الزمالك والهلال بدل ما الاهلي والهلال. تصدير الصوره دي والاعلام اللي زي ما شايفينه اون تايم سبورت او اون زمالك سبورت، وتوجهها الدائم ضد الاهلي بالاعلاميين، حتى المحللين الاهلاويه اللي ضد الاهلي. يعني زي ما احنا شفنا كابتن عماد متعب في ماتش 5-3 وهو الاهلي طلع كسبان 5-3 وبيقول لك لا، موسيماني ضيع الاهلي فوز كبير، ومدرب الزمالك باتريس كارترون تفوق على الاهلي، ما اعرفش ازاي مغلوب 5 وهو تفوق على الاهلي يعني. وفي نفس الوقت الزمالكاوي كان بيقول لا الزمالك اتغلب 2 ما اتغلبش 5، اتغلب فرق 2. فطبعا توجه اعلام على توجه حكام على توجه الدوله كلها، او يعني التوجه عام معرفش بمين يعني ضد الاهلي. يمكن قابل ده بقى كان موقف رائع من جماهير الاهلي اللي قررت انها في وجود الحرب دي على الاهلي، سواء من الاعلام او من الحكام او من كل حاجه يعني احنا شايفينها قدامنا. قرر النادي الاهلي ان هو جماهير الاهلي انها تقف في ظهر النادي وهي اللي تاخد حق النادي. فكانت بدايه طبعا بمقاطعه اون تايم سبورت، اللي كانت الدعوات اللي ظهرت على ان احنا نتفرج على مباراه اون تايم سبورت
على مباريات الدوري في اون تايم زمالك او اون تايم سبورت، تتفرج على الماتش وبين الشوطين تقلب وترجع تاني وتتفرج على ما تتفرجش على الاستوديوهات، ما تتفرجش على حاجه، تتفرج على الماتش بس. فانت لا بتشوف الاستوديو ولا بتشوف الاعلانات. آه، طبعا الحمله دي، وفي ناس برضو بداوا يعني كمان يتفرجوا على ماتشات الاهلي بس مش يتفرجوا على ماتشات تانيه، كبرضو مقاطعه الاون تايم سبورت. الحمله طبعا جابت نتيجه كبيره جدا. اكبر دليل على كده زي ما احنا شفنا السنه دي ان مفيش رعاه على صدور الانديه كلها، والاكثر من كده ان احنا شايفين الدوري نفسه ملوش راعي. حتى الان رابطه الانديه عندها مشكله في انها ايجاد راعي للدوري، لان انا هرعى الدوري ازاي وانا الناس ما بيتفرجوش؟ الناس بيتفرجوا على الماتش بس ما بيتفرجوش على الاعلانات، فاحنا كده كده بنخسر. الوحيد اللي هنستفاد يعني اللي موجودين على اللوجو على التيشيرت الاهلي، اللي هم الرعاة بتوع الاهلي، ان دول كده كده هيتشافوا في المطوشه بتاعت الاهلي وموجودين في الاستاد في الخلفيه، الناس بتتفرج على الماتش. فعشان كده الاهلي الوحيد اللي جاله الراعي. دي كانت طبعا ضربه قويه جدا للوبي اللي اتعمل ضد الاهلي، والاهلي جمهور الاهلي زي ما بنقول جمهور ده حماء قدر يقف وقدر يواجه الحمله الممنهجه اللي اتعملت قصاد الاهلي. وزي ما احنا شايفين، زي ما احنا قلنا، ان 3 مباريات لغايه دلوقتي في الدوري ومفيش رعاة للدوري ومفيش راعي للدوري نفسه ومفيش راعي للانديه. في خطوه رائعه يعني من جمهور الاهلي. اتمنى طبعا ان الناس تفوق وتعرف هو الاهلي ايه وتعرف الاهلي فين. والاهلي فين بينه وبين اي نادي تاني يعني. الاهلي في حته ثانيه يعني. ويرجعوا لصوابهم طبعا، ويرجعوا بقى مش صلبين اكتر من الحياد، يعني انت تبقى مع الاهلي زي مع الاسماعيلي زي مع الداخليه زي مع اي حد، كل الانديه تساوي ببعض. ده اعتقد اهم حاجه في الفيديو النهارده اللي كنت عايز اتكلم فيها، اللي هي مشكله الرعاة. زي ما شفنا برضو يعني، يمكن الذكر ان رئيس نادي الزمالك طلع وقعد يقول لك انا ما ينفعش ابقى انا واخد 60 مليون بس والاهلي واخد كام مليار ده كان البث، اللي هي مشكله البث اللي احنا بنقول لك انا مش همضي رغم ان هو ماضي واخد فلوسه من زمان يعني. عشان وحتى جاب بيهم اللعيبه، ويمكن برضو من الحاجات اللي اثرت على الاهلي ومن الحاجات اللي كانت مقصوده ان هي تاخير رعايه الاهلي لدرجه انه ما يقدرش يجيب لعيبه او تحصل ازمه في الفلوس يعني مع بشكل ما. لكن زي ما قلنا نتمنى ان الموضوع يعدي ويعرفوا بقى الاهلي فين وبقيه الانديه فين، ويعرفوا ان صناعه الكره في مصر هي الاهلي. ده اعتقد اهم ما في الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله.